بديله ان ما كانش في ضبط اسعار، رغم انها تستطيع ذلك اذا ارادت واذا توفرت الاراده، زي ما اتكلمنا مع حضرتك قبل كده في البرنامج. موضوع تحديد حد اقصى لهامش الربح ممكن ده يطبق. بس احنا اتكلمنا مع متخصصين ما يقدروش يعملوا كده. ليه؟ اصل ده اذا كان مطبق في فرنسا بلد الحريه الاقتصاديه ما يطبقش في مصر. عاملين هامش حد اقصى لهامش الربح، يقول لك من الابره للصاروخ ما يزيدش عن 30%، وده حل عادل، وده الاسلام حتى بيقول كده انه المفروض انه هامش الربح ما يزيدش عن 30%. فده مبدا اسلامي كمان، وده بقول لك مطبق في فرنسا بلد الحريه الاقتصاديه، فنقدر نعمل كده. لكن سيبنا من ده، خلينا في الحل العاجل بقى، يعني الحل المنقذ دلوقتي. فكره الاسواق البديله، فكره المنافذ، فكره ان الدوله تتدخل. النهارده الرز وصل لكام؟ 7 وصل ل 7 جنيه. معقوله؟ معقوله اللي كان ب 4 جنيه من كام شهر؟ يبقى احنا الحل بقى انه الدوله تبقى حاضره في هذه الازمه، الدوله تبقى باسواق بديله. عندك منافذ خاضعه لوزاره التموين، منافذ خاضعه لوزاره الزراعه مع زراعه، في عندك منافذ خاضعه للقوات المسلحه. يبقى حرب على كل الجبهات لمحاوله محاصره الاسعار، لانه بالفعل الناس لم تعد قادره على التحمل. بالفعل الاسعار وصلت في بعض السلع خلال الشهر اللي فات واللي قبله لزياده 50%، وده مش ممكن. وبالفعل منها الارز مثلا، لما نقول انه كان ب4 احنا دايما كان قبل رمضان بيبقى عندنا مشكله ارتفاع اسعار السكر. لكن الارز هذا العام جديده ان احنا يبقى ارتفاع اسعار الارز، وخصوصا ان الارز يعني سلعه لا تستورد، احنا عندنا الرز المصري بتاعنا. بس يعني هم دلوقتي في كميه هيستوردوها من بره لعلها تكون بسعر اقل. تاني هنستورد رز؟ لا ده احنا كنا بنصدر رز. ما احنا في مشكله عندنا. هو المفروض على الازمه المائيه اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، الرز ده ما نزرعهوش خالص. طب تقول لي طب واحتياجات المواطنين نعملها ايه؟ نعمل زي السعوديه ونعمل زي الامارات. بتروح في السودان بتاخد مساحه اراضي ان شاء الله 1,000,000 فدان. يعني الامارات واخده في اثيوبيا واخدين حوالي 1,000,000 فدان. فتاخد وتزرع هناك. مشكله اثيوبيا الرئيسيه زياده الميه، انه الميه عندهم زياده عن اللازم. الراجل بيقول لك يعني حبايه المطر بتنزل كده قد الكره الصغيره دي. فعندهم اراضي وما عندهمش حد يستغلها، نزرع عندهم يعني، ويبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. يبقى عملنا علاقات مع اثيوبيا تخاف انها تخسر علاقاتها معانا لو هي ما يعني استجابتش لازمه سد النهضه وراعت ربنا في حقوق المصريين. ومن ناحيه ثانيه يبقى احنا وفرنا كميه الميه المستهلكه، لانه الناس عشان تتخيل لو احنا حسبنا كميه الميه اللي بيستهلكها كيلو الارز تجديها حوالي 6 جنيه. حوالي 6 جنيه كميه الميه، لان هو عايز ميه مش سليمه، يبقى غرقان في ميه كده. فاستهلاك ميه رهيب، واحنا عندنا مشكله في ايه؟ مشكله في الميه. طيب عندك السودان ما عندهم اماكن صالحه للزراعه، وعندهم الميه وعندهم كل حاجه، مطلوب فقط انه الناس تزرع عندهم. وبعدين يعني يبقى برضه زي ما بنقول احنا نضرب عصفورين بحجر واحد، المحبه والموده تزيد ويبقى في يعني مصالح، لأنه طبعا العلاقات الدولية ما بتعتمدش على المحبة والمودة فقط، مهم قوي يبقى في مصالح. هتلاقي اثيوبيا راعت علاقتها معاكي، هتلاقي السودان راعت علاقتها معاكي، لكن لما تيجي النهارده لاثيوبيا كل حجم التبادل التجاري بينك ما بينها 200 مليون دولار، يعني مبلغ هايف. وتروحي تستوردي لحمه تستورديها من استراليا، طب ده منطق؟ ده اللي هنا بس احنا جبنا لحمه من السودان مؤخرا، جبنا يعني طبعا ولحمه جيده للغايه، لحمه جيده للغايه وما فيهاش اي شائبه يعني. انما بنتكلم احنا عن انه ضروري نوفر وننظر كده تفكير منطقي، نقول ايه المحصول اللي نزرعه هنا وما يكلفناش ميه كتير. الارز معروف انه مشكله مصر في الميه الارز، فالدوله انها تقلل وتستورد برضه ده حل معقول. لكن احنا بنتمنى بقى على المدى الطويل ان احنا يبقى نزرع في البلاد دي، نزرع في السودان، نزرع في اثيوبيا، نزرع في غير اثيوبيا، في اوغندا، في اي بلد فيها ميه كتير. ومش ده بقول لك مشكلتهم في كتر الميه. ده بيتهيألي ده محتاج تغيير في السياسه الزراعيه كلها، يعني طبعًا. محتاجه تغيير تفكير اساسا طبعًا. ما هو عمليه الري يعني بالغمر دي مش موجوده في العالم كله.
دي طريقه متخلفه انك انت تفتح الميه كده وتيجي الميه تغرق المحصول عشان لا، هو في هم الري بالتنقيط ده عملوا ليه؟ بيوفر لك الميه، صحيح بيبقى شويه تكلفه الشبكه في البدايه اعلى، لكن في النهايه بنقطه ميه اللي بتروح للزرع نقطه، مش تروح له جبل. يعني عارف الفرق بين الاثنين؟ انت بتحتاجي نقطه بدل ما انت بتجيبي مثلا جردل فيه 20 او 40 لتر، لا هو محتاج نقطه بس، بتدي له النقطه. انا نفسي بس في النقطه دي، يعني واحنا داخلين على رمضان، بما ان السوق يعني فتح بقه قوي زي ما بنقول طبعا يعني بزياده طبعا عن اللزوم، انا اتمنى من الناس ترشد في استهلاكها بالذات في الشهر ده، لانه طريقه استهلاكنا هي للاسف منعكسه بشكل كبير على محدود الدخل. الغلاء ده منعكس على محدود الدخل، يعني احنا برضو الناس القادرة اللي بتشتري بشكل يعني غير طبيعي في هذا الشهر، لا نرشد شوية في استهلاكنا، لأنه السوق لما هيلاقي ان عملية الاستهلاك مش بالشكل ده هيبتدي يحاول يرجع لصوابه مرة أخرى. ايوه فندم، ده سلوك ناس، ده مطلوب تغييره، مطلوب، وده دور الاعلام برضه. يمكن لو متذكره حضرتك انا ذكرت لك قصه قبل كده، لما كان واحد مصري في المانيا وعزم واحد صديق ليه جاي المانيا من مصر، فجاب له بقى عشان يكرمه، فجاب له كميات اكل رهيبه، فاكلوا مثلا عشرها وسابوا الباقي. فالسيده الالمانيه قاعده جنبهم قالت له ده اللي انت عملته جريمه. فالمصري بقى خدته العزه، قال لها وانت مالك؟ دي فلوسي. قالت له لا، الفلوس فلوسك انت لكن الثروه دي المهدره اللي هتروح للزباله دي بتاعتنا كلنا. فبلغت عليه البوليس، جاء البوليس دفعه قد العزومه دي مرتين ثلاثه غرامه انه ساب بقيه الاكل، وانت جاي عازم واحد وانت واحد، ما ده اللي يبقى بيحصل. اكل اتنين، لا هو جاب لي 10. ده للاسف عايز يكرم المصري بقى. احنا في بيوتنا نفس المنطق، تبص تلاقي الاكل عقب ما ينصرف الضيوف تقريبا اكتر من نص الاكل لازم يروح لسله الزباله. طب وليه؟ يعني بالعقل والمنطق. يعني انا ده اللي انا عايزه يعني اقوله، لما تقول دول عربيه يا استاذ رشا السعوديه، وتروح انت تقولي لهم انا عايزه حبايه موز برتقانه ويوزن لك حبايه الموز وطلعت كام جرام؟ ده فين يا فندم؟ في السعوديه. يعني عايزه تروحي تقولي انا مش عايزه كيلو موز، لا عايزه حبايه، بيروح حاططها على الميزان، تطلع الحبايه دي بكذا، تطلع البرتقانه دي بكذا، تطلع التفاحه دي بكذا، وخدتي وانت ماشيه تفاحه وبرتقانه وصابع موز بس، واتحاسبت عليه ومشيت. انت النهارده هنا في مصر لو قلت لواحد عايز صابع موز يتصل بالخنكه يقول له تعالى ده عصام العبيد اتجنن، ده عايز صابع موز. يعني ايه؟ مطلوب سلوكيات تغييرها، وده دور الاعلام، وانه يبقى كل حد عنده ميزان حساس، مش الميزان اللي هو الطبيعي بتاعنا اللي ما بيوزنش الا كيلو ونص كيلو، لا ده احنا مطلوب انه حتى الراجل الفكهاني ده يبقى عنده الميزان اللي هو الحساس ده بالجرام، يروح ضارب برضه البتاع دي يطلع لك انه صابع الموز ده طلع بنص جنيه، يقول لك اتفضلي ده بنص جنيه. تقولي له التفاحه دي طلعت ب 2 جنيه، طلعت البرتقانه دي بجنيه ونص، احسب الحساب ده، اتفضل اخد الثلاث حاجات دول وامشي. مطلوب ده. يعني هو التغيير ده بقول لك السلوكيات مواطنين، والسعدادات لدى البقالين ولدى الفكهنيه ولدى الخضاريه ولدى كل الكلام ده، لكن للاسف احنا بالفعل يعني عندنا كميه المهدر غير طبيعيه. يعني انا نفسي، يعني احنا خلاص رمضان على الابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. يعني انا المشهد اللي بشوفه عند محلات الحلويات في رمضان، الناس واقفه بالطوابير، ايه يا جماعه؟ يا فندم صحيح. ليه صحيح. ليه كل ده؟ فعلا يعني فعلا. لا زياده، يعني سلوكياتنا برضو، ودي منعكسه على محدود الدخل. ما هو انا لما بسحب من السوق علشان استهلاكنا كده، ما هو بقى اغلي. بالظبط يا فندم، يعني ما هي دي النقطه. ده صحيح، لكن لو انت خليتي وانت خدت على قد اللي عايزاه وانا خدت اللي قد اللي عايزه، هتبص تلاقي كل حاجه توفرت. لكن النهارده بقول لحضرتك لك ان تعلمي انه مثلا الفاقد من القمح، شوفي بقى سلعه من اهم السلع عندنا، عارفه كام في الميه؟ 20% فاقد. بتاكلوا العصافير معقوله؟ احنا خلاص عندنا صوامع جديده وشون وكده. ما هو ده بقى المطلوب،
انه بدل ما يبقى المحصول يتلقح في الشون كده على الملأ، لا يبقى في شون، وشون مش ترابيه كمان، ده شون اسفلتيه، وفي استعدادات، واعتقد الدوله قايمه بالكلام ده دلوقتي، وفي معونه اماراتيه فتح يوم الخميس عدد من يا فندم، الصوامع وفي والشون. معونه اماراتيه تقريبا أيوة. تعادل ما يقرب من حوالي مليار وربع مليار جنيه شفت الصوامع اللي لهذا معموله، الهدف، لانه فاقد 20%. انت عندك خمس كميه القمح فاقد. انت عندك محصول زي الطماطم لسوق التعبئه بتاعته تجري بالضبط 50% من الطماطم فاقد، 50% من الطماطم فاقد. ويا ريت بقى فاقد وبيرموه، لا، بيروح لمحلات الكشري واكله وحضرتك ليه. يعني الفاقد ده الراجل ما بيرميهوش، معذره، ما بيرميهوش في سله الزباله. الراجل الخضري بياخد كل الطماطم المفعصه اللي بايظه دي من القفص الجريد ده المعروف ده، وياخده يروح بايعه للراجل بتاع محلات الكشري. الكيلو هنا ب 3 جنيه، بيبيع الكيلو هنا بنص جنيه، وتاكلي حضرتك بالهنا والشفا، وناكل بالهنا والشفا كشري زي العسل بسلع فاسده. يعني